في أنا بدي أدعو الناس من مبارك إلى مراقبة السماء هذه الأيام في مواضيع يتم الحديث فيها عن بعض الحالات الغريبة في السماء والنجوم الغريبة، زي النجم اللي يتم التحدث عنه التري آي هذا. في بعض الأشياء الغريبة التي تجري في السماء ورصد بعض الحالات والنجوم المستطيلة والحديث. أرجو أنك تطرح لنا حلقة في الموضوع هذا يا دكتور. الله خير نشوف انت اعطينا يا دكتور. حضر له جدا مهم على فكرة. جد انت كمان؟ ايه والله. ايه شو آية الطارق يعني مثلا تمهيد لآية الطارق نجم الطارق؟ ممكن يعني ممكن تعمل لها ربط يعني انت ابو كلمنتين شو يعني اللي قصدك هلا مثلا النجم العملاق اللي صار من فترة قريبة مثلا القمر العملاق؟ يعني في ظواهر يا دكتور. أنا بدي أعطيك إشي إسقاط في الحديث عن العائد الأول والعائد الثاني و1979 والحديث عن 20 نوفمبر 2025. هذا موضوع. في موضوع المشاهدات الكثيرة اللي يكون عندها مذنب هالي. في المشاهدات الكثيرة. أنا واحد من الناس شفت حالة امبارح في السماء، نجم كبير جدا لأول مرة أشاهده، بيغير من شكله، أحيانا سداسي أحيانا مربع أحيانا غير هيك. الحديث عن التري آي، المشاهدات اللي في السماء والرصد اللي في السماء، هل كثر الحديث عنه. يا زلمة إيلون ماسك شوه السماء يا رجل، كثر ما بيبعت أقمار صناعية، آلاف الأقمار الصناعية حطها بالسماء. شوه السماء. ما بتعرف القمر الصناعي من النجم الطبيعي. صار في تلوث بالفضاء على فكرة اليوم، يعني صار في تلوث بالفضاء على فكرة. هاي الأقمار الاصطناعية بتضل عم تسرح بالفضاء، يعني ما بتدوب خارج الغلاف. يعني آلاف الأقمار الصناعية عم طالعون هذا إيلون ماسك يا حبيبي. يعني ايش شو عم بتطلع بالنجوم؟ بتلاقي في أشكال غريبة عجيبة طبعا لأنه كلها أقمار صناعية. يعني بس هلا بتكون حتى بيكون ناسا او عم بتشوف في كوكب كبير اي هذيك مراصد فلكيه كبيره بتقدر تميز بين النجم الكبير وبين الكواكب اللي عم تضرب الارض وبين الاقمار الصناعيه. في فرق. نحن مشاهدتنا العينيه لا تعني شيء انه في دقه بالموضوع. مشاهدتك العينيه ممكن تخربط لي بين القمر الصناعي والنجوم. قمر صناعي يا كلمنتين مو بالضروره قمر او احد الشموس طبعا او احد النجوم. يعني انت نظرك الطبيعي ما بتشوف تميز، بدك يكون في مرصد. والله يا دكتور على موضوع القمر، يعني في حياتي بشوف اقمار كثير يا دكتور، يعني ما حتى على الارض بشوف اقمار، يعني ما نظري ما تخافش. كل اقمار اصطناعيه مزوره، ما في اقمار حقيقيه ابدا. لا يا دكتور، في اقمار حلوه على الارض. مالك يا دكتور؟ ما في يا دكتور. مالك انت؟ شو خايف في حدا حدك؟ لا مش ملغوم. ملغوم المكان. لك لا، اذا بحكي كلمه بيحسبوا لي اياها، بيكبسوني كلمه هلا من هون يا زلمه هون بالتيك توك يا رجل. اذا ما بعمل شيء بيخلقوا لي شيء. الشكل عند الدكتور محظور. لا والله ما في شيء. الأقمار الصناعية صارت في السماء وفي الأرض. الأقمار الصناعية يا دكتور، حتى الأرض مليانة أقمار صناعية. كله أقمار صناعية، ما في شيء يا رجل والله. بحطوا لك حتى الأقمار اللي أنت بتحكي عليهم، بحطوا لك مكياجات لحتى يلمع وشهم لمع. شو بتحكي لي؟ كله صح. دكتور أعطيكم ملحوظة، مخابراتنا الفلسطينية فيها عنصر نسائي، اللي بيكتب المحضر التحقيق عنصر نسائي، يعني ما شاء الله احنا متقدمين يعني. اوف، عندكم هيك بالسلطه عندكم عنصر نسائي بيكتب؟ بيرتدي زي عسكري وبرتبة ضابط، فعندنا تقدم كبير في السلطة يعني ما شاء الله. يعني عندك خضار حتى بالسجن. موجود. لا مش بالسجن، في المكاتب الإدارية العنصر. لاحظت يا دكتور، أعطيك ملحوظة، إحنا في أجهزة السلطة الفلسطينية المكاتب الإدارية أو الهيئات الحكومية كثير في عنصر نسائي وكثير في توظيف للعنصر النسائي. عندك كمان بسوريا حبيبي، حتى عندنا نحن
يعني هلا طالبين شرطه وضباط هلا يكون صار طولها عندنا شرطه نسائيه بسوريا كمان، صار في بدهم شرطه 60، بدهم بالاردن 160 سنه. كلمنتين كمان في شرطه نسائيه، ويعني بس نحن عنا عادي. شروط بده يكون مقاييس الجمال عاليه حبيبي، يكون طولها فوق ال 160 سم. تحت ال 160 في وحده اليوم كاتبه انه نحن ما بيطلع لنا انه تحت ال 160. قلت لها شبير القاع بدك تصير شرطي؟ يعني شبير القاع يعني هيك يعني شبر. بس يا دكتور، شرعا من الناحيه الشرعيه هل يجوز انه يكون في شرطه نسائيه طبعا هلا في مجرمين نساء، ما هلا في كثير منهم من الفلول حبيبي، الفلول في قسم كبير منهم نساء، من ضباط سابقين من النساء. طيب بده يعتقلوا وحده، يعني يجيبوا رجال يعتقلوها مثلا؟ اجباري بده يكون شرطه نساء. اجباري المراه بدها تفتشها مراه يا كلمنتين، يعني في احيانا يعني للضروره احكام. لابد من النساء. بعدين نسبة كبيرة موجودين بسوريا اجباري في بعض الحالات، اذا رجل بفتش كرندايزر عنده نساء يا زلمه، كان عنده نساء يا رجل، كرندايزر عنده نساء لا، انا ظاهره النساء المقاتلات هاي شفتها عند الاكراد والبكيكي والبيضاء بشكل ما في مشكلات، اعوذ بالله. لا. شرطه نسائيه يا اخي. لا، انا مش على الشرطه، على التنظيمات البكيكي والبيضاء كان عندهم ظاهره المقاتلات. هلا هون المصيبه انه البكيكي عم بيقول انا نسبة عندي نسوان كبيرة، انا بدي ادمجهم بالمؤسسات، انتم ما في عندكم نسوان، شو وين بدي احط النسوان تبعتي؟ حطهم بمؤخرته يا زلمه، شو قلنا فيه؟ ما هو هيك عم بيحكي، هذا كلام منطقي. نحن ما قصدي هارب واخته تحارب يا اخي، روح اخي تعال بدل اختك، وبعدين تعال ادخل بالجيش السوري، شو جاي بدك تدخل لي عاهرات؟ يا رجل هل انت بتعتبر هذول نسوان؟ الله يفتح الشيطان يا زلمه، والله انا بطلع عليهم ما بميز بين الرجل والمراه، بالنسبه لهم ما بميزوا، ما فيني اميزه. والله غريبين هدول يا زلمه، ظلمهم شبابهم باوروبا وبناتهم الان حامله بواريد. شو بدي اسالك يا دكتور، ايش قصه الارتباط الوثيق بين قسد والالحاد؟ ليش اغلبهم ملحدين وضد الاسلام؟ هن من الاساس يا صديقي، الاساس انه بالجامعه بيعلموا الكورسات، بيعطون تعليم ماركس وتعليم اوجلان. انا كان لي رفيق طبيب اسنان كنا بالجامعه، هو اصغر مني بسنه، كان يعني زلمه كويس بالثانويه، كان هو كردي يعني كردي. بالجامعه اول ما دخل الجامعه بتلاقي بس دخل الجامعه، اما وين شغلهم طلاب الجامعه، بس دخل الجامعه لفوا عليه هدول الجماعه، خلوه يجيبوا له كتب هيك بيلحد، خليه يلحد فورا، بخلوه يلحد. اول خطوه لهم انه يلحد. دقيقة، ليش؟ سأل سؤال، أنا فيني أجاوب بالنيابة، يعني فيني أجاوب. عندنا في منظمات ماركسية الجبهة الشعبية، بس ما بتسعى، يعني ما بتأيد على الإلحاد. هو تنظيم عسكري سياسي مثل الجبهة الشعبية جماعة جورج حبش، بس ما بيدفعوك يعني دفع للإلحاد. موضوع الإلحاد لدى الجالية الكردية مش بس إلحاد، وبأنه الإسلام يعني الكردي المسلم، الإسلام ضد القومية، وهذا حزب قومجي، يعني القومية رتمة عالي، فالدين الإسلامي ضد شيء اسمه قوميات، الدين قبل أي قومية. لذلك يعني يحاربون الدين الإسلامي من أجل إبراز العنصر القومي لدى هؤلاء. فالدين الإسلامي هو العدو لهم، مش يعني من باب الإلحاد كإلحاد، يعني كونه هن حزب ماركسي، لا، حتى بيقولوا نحن زرادشتيين، نحن يعني بالأساس عبادين النار. ما بدعيك للإلحاد، لا، بدعيك لدينك القديم اللي بيمثل القومية الكردية، وهي لعبة سياسية. أنا بقول لك إنه في ناس المتدينين منه بقول لك زرادشت ما له عبادة النار، هو بيجي لك لديانة سيدنا إبراهيم وسيدنا إبراهيم حرقوه بالنار، فهن بلشوا فكرة النار من سيدنا إبراهيم. يعني انه نحن مالنا اسلام، وبربط الدين الاسلامي بالغزو، بانه نحن يعني تم غزونا بالاسلام، يعني عم بيزرع بانه الاسلام هو عمليه غزو واحتلال فكري واحتلال لاراضي الكرد. فالعمليه عمليه سياسيه اكثر مما هي يعني عمليه عقائديه، بس مشان يمرر فكره يعني العقائدي القومجي. لذلك يجب إبعاد الدين الإسلامي اللي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا الدين الإسلامي لا يفضل عربي على أعجمي إلا بالتقوى، ولا أعجمي على عربي إلا بالتقوى. هاي النظرية يعني تفسد الأفكار الأبوجية، أفكار البي كي كي
اللي يعني عم بيطرحوها كفكر قومي. امتى كان الكردي قومجي؟ بالثمانينات لما تأسس هذا الحزب. قبل الثمانينات كانوا الكرد خاصة بسوريا منسجمين، حتى بتركيا منسجمين بالشارع. لما دخل هذا الحزب هو بدأ صناعة الفكر القومي لدى الإخوة الكرد، وفعلا حولهم من شريحة أو جزء يعني من الشارع السوري إلى عنصر معادي مش بس للسوري وللعرب. تخيل يعني الكردي بيسب على العرب، طب شو دخل الجزائري أو التونسي أو حتى السعودي فيك بقضيتك؟ فهذا زرع الفكر يعني المضاد للعروبة ما ممكن ينجح إلا بإبعاد الدين الإسلامي عن هؤلاء. وطبعا يعني عملية عنصر المرأة كمان يعني في لعبة انه الاعتماد على المرأة، قوات حماية المرأة والمرأة هي مدري شو، الاعتماد على المرأة وتحويل المجتمع الكردي من مجتمع ذكوري الى مجتمع انثوي. اليوم يعني العقلية الكردية تتحول من العقلية الذكورية الى العقلية الانثوية، وهذا تم الشغل عليه على مدى عشرات السنوات. فاطمة يغلو كان بدها قيس، ما بعرف جزبر غلط طالعة. على كل مثل ما قال لك ابو مرام، هن لانه انت بدك تحكي بالمنطلق الاسلامي او اللي يقولوا الناس بالمنطق الاسلامي بتضيع عليهم الشغله. فهن بالاساس الموضوع يا صديقي من حيث انه ما لك علاقه بالدين الاسلامي، هدول جماعه متخلفين، لا لانه بيربطوا الاسلام بالعروبه بالعرب، ما بدهم شيء يربطون لا بالعرب ولا بالاسلام معلم. فهن ببلشوا بقوميتهم بتاريخهم وبالقصه تبعتهم، فما بدهم اي ارتباط لهم. ولذلك هو في نوع من مو كل الاكراد معهم على فكره من هالمنطلق، قسم كبير بيكرهوهم لانه انت بتحاول يعني تلفظ شيء مهم جدا بحياتنا. الاكراد مسلمين، فكتير منهم يعني في قسم لا باس منهم يعني الحدوا اوكي، لكن في قسم اكبر متمسك بدينه. وهذا الشيء هلا اللي بيصطدم معهم ان الاكراد نفسهم مش معهم، لانه مو هيك العالم تشتغل. في حزب وطني كردستاني بيكون هذا يعني مائل اكثر للعقلانيه بالطرح، مش هيك بالطريق متطرف، هذا اسلوب متطرف. شكرا لكم شباب. والله بدنا حلقة نستذكر فيها جراندايزر وجزيرة الكنز وسندباد، وتستذكر فيها الرسوم المتحركة. عامل جزيرة إبستين من زمان، عملتها من زمان وحاكي فيها، يعني في اشوف فيها صور وفي شغلات هيك، بس حاكي فيها من زمان مو من هلا. حاكي فيها من 3 سنين القصة، مو جديدة. 2020 طلعت القصة مو من هلا. اعترفت على الناس كلها يا زلمه، مش بايع هلا ممكن ظبطوني، صرت عميل مزدوج هلا. انا اعترفت حتى علي كلمتين، حتى علي انا اعترفت. اعترفت على ابوي كمان. يا راجل ما جيت تحكي غير انا الدرويش. انا زمان احكي لك يا دكتور على قصه الاعتراف. زمان في احدى الدول العربيه اخرجني ابوي، اخذت دوره من ضمن معسكرات حركه فتح، أخذت دورة نظام ميدان خماسي، طبعا في إحدى الدول العربية وفي مكان سري جدا جدا. الدورة كانت 3 أشهر. طبعا كنا حوالي 200 شخص موجودين في الجبال، طبعا وتدربنا على جميع أنواع الأسلحة بعد الثانوية العامة، جميع أنواع الأسلحة كلها يعني. ففي أحد المرات يعني تقريبا في نص الدورة واحنا نايمين الساعة 3 في الليل، اجوا علينا ضباط وكسروا الابواب واعتقلونا وربطونا ومش عارف ايش، طبعا لابسين اسرائيلي وعبري وبتكلموا عبري. مسكوا اول واحد ضربوه كف، اعترف على الدورة كلها. اعترف على الدورة كلها. احنا ضلوا مربطيننا تحت الشجرة. طلعوا هذول من نفس الدورة عاملين لنا اختبار. فمن اول اجوا اقوى واحد عندنا في الدورة بدنيا ضربوه كفين، اعترف على الدورة والمنسقين ومين بعتنا ومين جاء، اعترف على كل شيء. فصاروا يعايرونا ضمن الحلقات النقاش السياسي، ولكم انتم من اول كفين اعترفتوا، كيف بدنا نبني عليكم القضية، ولا بدكم تقاتلوا ولا فموضوع الموضوع يا دكتور العقائدي في هاي بقول لك حاجه على قصه البي. الموضوع العقائدي في الحروب وفي القتال، اي قتال مش مستند على عقيده على طول ممكن يعترف في سبيل سلامته. فالعقيده عندنا كعرب ومسلمين اساسيه جدا في حروبنا. العقيده هي اللي بتخليك تضحي وما تعترف، العقيده اللي بتخليك تموت في سبيل هدفك وفي سبيل. احنا العقيده احنا عايشين على
على العقيده، ان تركنا عقيدتنا وضعنا ضاعت منا عقيدتنا علينا السلام، ما ظل لنا وجود. لا تقول لي عروبه ولا تقول لي وطن ولا انتماء، كله كلام فاضي، الاساس هو العقيده. مثل ما غنى لك يعني صباح فخري، على العقيده اجتمعنا نحن وسود العيون. نعم. العقيده انت عارف انه عقيده الرئيس الشرع، الله يبارك فيه. طيب ماشي حبيبي، بدك شيء يا قلبي؟ تسلم، تحياتي لك وبارك الله فيك ومنورنا والحمد لله اللي رجعت اشوف حلقاتك واشوف. انا كنت خايف اني ما اشوفك. الله اكبر، انت بالسجن خايف ما تشوفني ابدا نهائيا؟ لك وحشه والله، لك وحشه. يلا بس. انا قبل شويه لما بدايه الحلقه اتصلت في زوجتي، قلت لها مش فاضيلك، عندي حلقه مباشره، قالت لي عارفه خلاص حروح اشوفك هناك، فحتى مرتي بزحلقها في سبيلك. هتشوفك هنيك على اليوتيوب يعني؟ وقالت لي خلاص حروح اتابعك شو بتحكي. هي مش عارفه، طال اليوم مش عارفه انه انا يعني زرت خالتي.